فرح عندها 5 شهور ونص، اتشخصت ان هي عندها ضمور في العصب الشوكي. ده مرض نادر. انا بعد ما شفت الفيديو ده قلت والله ما هنام غير لما انزله، وان شاء الله الصبح هيكون لافف مصر كلها. مصر كلها بتشير الفيديو ده. معاكم والد فرح رامز حسام من بورسعيد. فرح عندها 5 شهور ونص، اتشخصت ان هي عندها ضمور في العصب الشوكي. ده مرض نادر. ده مرض ليه علاقة بالجينات. هو في جين اسمه SMN1. الجين ده للأسف مش موجود عند فرح. الجين ده المسؤول عن بناء عضلات الجسم كله، مش عضلات الايدين والرجلين بس، اي عضلة في الجسم. الجين ده مش موجود عندها، وعلاجه للأسف غالي جدا. هو علاجه حقنة ب2 مليون دولار، يعني بما يقارب 100 مليون جنيه مصري. ده العلاج الوحيد بتاعها اللي ممكن يخلي فرح سليمة بنسبة 100%. في علاج تاني اسمه ريستبلان، بس العلاج ده يدوبك بيخلي الحالة مستقرة، بيخلي الحالة ما تتدهورش، يعني بيخلي بمعنى أصح كده الحالة عايشة. الدواء ده المفروض تاخده طول عمرها لو ما خدتش الحقن. العبوة الواحدة للدواء ده بحوالي 80,000 جنيه. بتقعد 44 يوم بس، يعني كل 44 يوم مطالب انها تاخد عبوة، ولو في يوم ما خدتش فيه العلاج ممكن حالتها تتدهور. انا كل اللي انا طالبه، اللي احنا عايزين نوفر لها الحقنة العلاجية اللي هي ممكن تخليها سليمة بنسبة 98%. طبعا المبلغ ده كبير جدا جدا جدا، فللأسف الدولة ما بتقدرش توفر الحقنة دي. فانا كل اللي طالبه ان احنا نفتح حساب تبرعات، وانا واثق في الناس ان هم ممكن يساعدونا، وممكن نلم ثمن الحقنه فعلا ونعالجها. الفكره كلها ان للاسف ما ادانيش تقرير ان انا افتح بيه حساب. انا كل اللي انا طالبه، اللي انا عايز افتح حساب تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، لان انا ما ينفعش افتح حساب شخصي والم فيه تبرعات. الموضوع ده غير قانوني تماما. الفكره كلها اللي انا عايز بس افتح حساب تبرعات والحق فرع. وكل ما الموضوع بقى اسرع وكل ما بقى بدري، كل ما بالنسبه لها بقى احسن. يعني مش لازم الاجراءات تقعد بالثلاث والاربع والخمس شهور. انا بس كل اللي انا طالبه حاله استثنائيه، اي حاله استثنائيه، ان احنا نفتح لها حساب تبرعات ونلم ثمن الحقنه ونحاول نعالجها ان شاء الله. وانا واثق في الناس، لو احنا فتحنا حساب ان شاء الله الناس هتساعدنا ومش هتسيبنا باذن الله. انا واثق فيهم جدا. فاتمنى بس ان احنا نسرع الاجراءات، وان احنا نحاول نفتح لها حساب في اسرع وقت. اتمنى، عايزين بس نلحقها بس. انا واثق في الناس اللي عندي جدا ان انتوا هتشوفوا الحالة دي هتشيروها في كل حتة، كل مكان. دي حالة انسانية، طفلة صغيرة محتاجة مساعدتكم ومساعدتنا. ما نوقفش الموضوع عندنا، ويا رب يا رب يا رب يجيله كل الموافقات عشان يقدر يعمل تبرعات. احنا هنتابع الحملة دي مع بعض. اتمنى الشير في كل مكان، انا هنزله على كل المنصات. سلام يا احسن ناس.